تعالوا بقى يا حبايبي نشوف البرام الجميل ده معمول ازاي وبأنهي وصفة وبأنهي طريقة. يلا تعالوا معايا يا حبايبي. الساعة 1 بالليل وأنا جعانة ومش عارفة آكل ايه. قمت كده أقلب في التلاجة، قدامي جبن وقدامي فول. لا بس أنا نفسي مش جاية مع الحاجات دي. طب أعمل ايه بقى دلوقتي؟ رحت فاتحة قعدت دورت، لقيت قدامي كيس مكرونة. قلت ابص في الفريزر، لقيت كمان حتة لحمة مفرومة. قلت والله لا انا قايمة اعملها واعمل اختراع مع نفسي كده واشوف. طلعت حلوة هوريها لكم، طلعت مش قد كده خلاص بقى. بس هي ايه لما بتطلب الواحد ما بيقدرش يعني ايه يقول لا، هي طلبت فمادام طلبت يبقى انا هعملها ونشوفه سوا. بس طبعا يا حبايبي قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المكرونه القمر دي. تعالوا بقى نشوفوا هنعمله ايه يا حبايبي. يلا بينا يلا. هجيب بقى هنا طاسه يا حبايبي احطها على النار وهنزل فيها بحتتين زبده. سيحهم كده وهكون مقطعه بصله هشوحها كده لغايه ما تصفر. البصله اهي اصفرت. هجيب بقى اللحمه المفرومه وهنزل عليها بيها. هعلي عليها النار عشان ما تنزلش ميه، وهنزل عليها بحبه فلفل اسمر حلوين كده، وهنزل كمان بحبه بهار اللحمه، زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليها بحبه ملح وهقلبها تفضلي ايدك فيها كده لغايه ما تستوي تتشرب ميتها. انت ما تخليش ميتها طبعا تنزل. في نفس الوقت هجيب حله وعلق عليها على النار عايزه تولع. وشوفي الطريقه تمام يا حبايبي. هنزل هنا في الحله بحبه زيت انا هنا كنت مفرزه صلصه. جبت حله هنا بقى حطيت على النار وحطيت فيها حبه زيت. عندي طماطم انا مفرزاها في الفريزر، هنزل بيها في الزيت. هخليها بس تاخد تسبيكه. وهنا اللحمه خلاص كده تعتبر خلصت معايا.
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. حطي بقى عليه الصلصه كده زي ما انتوا شايفين اهي اتسبكت. هنزل عليها بميه سخنه، ازودها بس عشان المكرونه زي بمقدار كده ايه، احط لها زي نص لتر كده. تمام يا حبايبي. هحط بقى حبه ملح عليها، وهحط كمان حبه فلفل اسمر. احلى مكرونه دي ولا ايه؟ بصوا بقى، ولقيت عندي كمان زيتون مخلي وفلفل الوان، هنزل عليه بردك على اللحمه المفرومه وهخلطهم في قلب بعض كده. بصوا يا جماعه، انا كان ممكن احط حاجات تانية، ممكن احط جزر، ممكن احط تشكيله حاجات تانية، بس انا الموجود والمتاح عندي انا عملت بيه. كده خلاص الصلصه اهي غلت اهي زي ما انتم شايفين. طبعا عشان الحموضه هحط لها نص معلقه سكر، دي عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. وكمان للي يحب بقى هحط مرقه، للي حابب يعني هفرفتها كده واحطها واديها تقريبا. انا هنا بقى محضره البرام. تمام. هنزل فيه بنص المكرونه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. جنان اخر الليل بقى يا جماعه. الجنان بتاع اخر الليل. وهنزل باللحمه المفرومه كده على المكرونه زي ما انتم شايفين، بعد ما حطيت لها الزيتون المخلي وحطيت لها الفلفل اللي انا حطيته ده. تمام يا حبايبي. هفردها كده على الجزء اللي تحت، وهنزل كمان بالجزء بقى التاني زي ما انتوا شايفين كده، وهفردها برضو. احلى مكرونه دي ولا ايه؟ وهنا الطماطم بقى هنزل عليها واحده واحده. هنا لازم الصلصه او الطماطم تبقى كده مغطياها، عشان طبعا انتوا عارفين المكرونه عبال ما تستوي هتتشرب الصلصه دي. هزود لها حبه ميه كمان عشان انا شايفه ان هي محتاجه حبه كمان، كفايه كده اهو. هحطها بقى في الفرن ونشوف الخطوه اللي بعدها هتبقى ايه. كده بقى هطلعها من الفرن يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى عليها بجبنه تركي زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل كمان عليها موتزاريلا. يا رب بقى ايه افكار اخر الليل دي تطلع حلوه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هاجي بقى احطها في الشوايه لغايه الجبنه ما تحمر الوش وتسيح. يا جماله يا جماله، ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي. بصوا بقى بعد ما طلعتها من الفرن، بصوا مولعه مولعه. تعالوا بقى نشوف ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله 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 الله. بصوا بقى، شايفين الجبنه بتمط فيها ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجبنه واللحمه؟ هدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بجد تحفه تحفه تحفه، جميله يا جماعه. لا اعملوها، اعملوها وجربوها على ضمانتي انا. تحفه 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 حبايبي، بجد اكتر من رائعه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ومعايا الحلوين الصغيرين هنا هياكلوها معايا، وان شاء الله تعجبكم وتعجبهم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.